لو بتتمرن سكوات سواء على جهاز او حر وفجأة حصل ألم في اللور باك عندك وانت اصلا ما عندكش اي اصابة في اللور باك، لو بتتمرن سكوات سواء على جهاز او حر وفجأة حصل ألم في اللور باك عندك وانت اصلا ما عندكش اي اصابة في اللور باك، اول حاجة لازم تعملها هتخف الوزن وتبدأ تاخد مجموعة. لو الألم لسه موجود ساعتها ما تعافرش مع نفسك وتقول طب هكمل. لو الألم لسه موجود حتى لو خفيف وقف التمرين، وقف التمرين السكوات وهات جهاز تاني اشتغل عليه. ووقف في اليوم ده اي تمرينه بتاثر على اللور باك، لانك وارد في شغلك كنت واقف كتير مثلا شلت حاجه تقيله فده عمل التهاب خفيف في اللور باك عندك، فما ينفعش اجي انا في اليوم ده واضغط عليها اكتر من كده. اي تمرينه هتسبب الم حتى لو خفيف، لو الالم ده مفاجئ هتوقف التمرينه اللي بتضايقك دي، تجرب تخف الوزن الاول وتجرب التمرين. لو موجود حتى لو خفيف هتوقف التمرين ده وتشوف تمرين تاني علشان تحافظ على نفسك، بحيث لو هي بسيطة تيجي تاني يوم تلاقي الدنيا رايقة معاك، ما تزودش انت المشكلة. وشكرا.